أول رد رسمي من أمير قطر على الرئيس ماكرون رئيس فرنسا بعد إعلانه حضور قطر لحضور مباراة المنتخب المغربي مع المنتخب الفرنسي في مباراة نصف النهائي. السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة. صدمة يعلنها أمير قطر في وجه رئيس الفرنسي ماكرون، وطبعا انتوا عارفين الرئيس ماكرون جاي بأجندته، جاي عايز يفرضها على دولة وأمير قطر، ولكن بعد اتفاق أمير قطر والملك محمد السادس ملك المغرب على زيادة رحلات الطيران المتوجهة من المملكة المغربية إلى قطر عدد مشجعين أكتر لحضور نصف النهائي كأس العالم. وقال أمير قطر سوف نوفر تذاكر خصيصة لهذه الجماهير القادمة مخصوصة لحضور مباراة المنتخب المغربي في نصف النهائي. وهذا الطلب طلبه رئيس فرنسا رئيس ماكرون من أمير قطر بتوفير عدد من التذاكر لحضور بعض الجماهير الذي سوف تأتي معه على نفس الطائرة الفرنسية. وقال أمير قطر للرئيس ماكرون لا يوجد تذاكر إضافية، لقد نفذ رصيد التذاكر. وهذه صدمة في وجه الرئيس ماكرون. مساعد المنتخب المغربي لدور نصف النهائي في إنجاز عربي تاريخي لأول مرة كمنتخب عربي أفريقي يصل لنصف النهائي. كل التوفيق للمنتخب المغربي تخطي عقبة بطل العالم المنتخب الفرنسي من أصل أفريقي من أصول جزائرية. وطبعا انتوا عارفين الجماهير الجزائرية سوف تقوم ملحمة غدا لتشجيع المنتخب الفرنسي، وكل الدعم للمنتخب المغربي. خليكم انتم بتشجعوا فرنسا ولينا احنا المنتخب المغربي والأفراح العربية. بشكركم شكرا جزيلا. تحية لأمير قطر. سلام عليكم.